سيدة حنان كاتبة على صفحتها الشخصية تقول: المقطع الذي قام الأعور الدجال، أقصد أعور الحمداني، بتقطيعه وبثه لغرض الإساءة لي، أدناه الرابط للحديث كاملا لمن يريد الاطلاع عليه، وأقول للدجال: استمر بالتشهير والتسقيط بي أنت وغيرك، فما تقومون به يزيد من شعبيتي ويزيد تمسك ناسي به، وبنفس الوقت يفضحكم أنتم وقناتكم المأجورة ويجعلكم تسقطون بالرذيلة أكثر وأكثر. احنا ما زعلانين، انت ليش زعلانة؟ هسه قبل شوية الصورة واحد باثنين انا اقول لك بعدين قصتها شنو، بس احنا بهذا اللقاء، ارجع لي زميل المخرج هنا، ارجع لي بهذا اللقاء شفناه ولقينا نفس المقطع انت والسيدة ميسون. زميل المخرج سمعني مقطع هي والسيدة ميسون ايش قالت. عزيزتي بس مو صح. اول وحده احنا مال واحدنا يتنصل من المسؤوليه بنهايه الفتره، بدايتها جينا بحماس كنا نريد نتقاسم الامتيازات، وتقاسمنا الكعكه وكل واحد اخذ كيكته وفرح بيها، وعقود ومناقصات وكوميشنات، واستفادينا كنا استفادينا. من خلصت الفتره كنا نتنصل نقول والله. فيا سيدة حنان او يا رفيقة حنان، أنا عور دجال، أنا عور الحمداني، ولا يهمش، أنا موافق، بس قولي لي هاي الفلوس راحت وين؟ ايش تحكوا نحكوا، بس قولوا لنا فلوسنا 750 مليار مدري 900 مليار وين راحت؟ منو باقها؟ هاي الكيكة اللي بيناتكم وين راحت؟ مو صحيح رفيقة؟ من حقنا رفيقة نسألك ونقول لك يا رفيقة حنان فلوسنا وين؟ الآن عندنا موجودين من أركان النظام السابق. وياك ملازم الأمن علي؟ نعم سيدي. على نفس الموضوع؟ نعم سيدي. الآن عندنا موجودين من أركان النظام السابق. الآن عندنا موجودين من أركان النظام السابق. وأخيرا، خلال سيادتكم يا شبل القائد الهمام ويا صوت الشباب الواعي، نعاهدكم عهد الماجدات من حفيدات الخنساء بأن نظل سيفكم البتار ورهن إشارة أبونا القائد المنصور بالله صدام حسين حفظه الله ورعاه، وستبقى بابل عصية على الأعداء وحاضرة في التاريخ والمستقبل بإذن الله تعالى. وتحية حب وإجلال لشبل القائد المنصور بالله صدام حسين حفظه الله ورعاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختكم الرفيقة حنان سعيد محسن. الآن عندنا موجودين من أركان النظام السابق. فيا رفيقة حنان نرجع لنفس الخبر اللي كتبتي على صفحتك، شوفنا يا الأعور الدجال اقتطع مقطع، أقصد أعور الحمداني، ولا يهمك، كتبي لي عجبك، لكن فلوسنا وين يا رفيقة حنان؟ الآن عندنا موجودين من أركان النظام السابق. وياك ملازم الأمن علي؟ نعم سيدي. على نفس الموضوع؟ نعم سيدي. الآن عندنا موجودين من أركان النظام السابق. الآن عندنا موجودين من أركان النظام السابق. وأخيرا، ومن خلال سيادتكم يا شبل القائد الهمام ويا صوت الشباب الواعي، نعاهدكم عهد الماجدات من حفيدات الخنساء بأن نظل سيفكم البتار ورهن إشارة أبونا القائد المنصور بالله صدام حسين حفظه الله ورعاه، وستبقى بابل عصية على الأعداء وحاضرة في التاريخ والمستقبل بإذن الله تعالى. وتحية حب وإجلال لشبل القائد المنصور بالله صدام حسين حفظه الله ورعاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختكم الرفيقة حنان سعيد محسن. الآن عندنا موجودين من أركان النظام السابق. فلوين زعلانة رفيقة؟